انا امبارح بعد ما قفلت اللايف فكان عندي في المعهد بتاع السينما زي ايه تحاليل وكشوفات طبيه وكده. فضلت مطبق لان كانت 8 الصبح. فضلت سهران معاكم لغايه الساعه 7 تقريبا. خدت دش لبست ورحت. تمام. فضلت مطبق 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 على ما رحت المشوار وخلصت الحاجات دي كلها ورجعت البيت تاني. دخلت هنا البيت الساعة 2:30 الظهر. كل ده انا مطبق. واصلا وقت الظهر ده يعني الناس ما بتبقاش طايقة بعضها فيه. مهم. طبعا عشان انا حظي حلو ومن الناس من الناس اللي حظها بيبقى قوي جدا. فدخلت البيت الساعة 2:30 و كارت بتاع عداد المية خلصان. تمام يا عم، تمام عادي يا عم، نام على الارض مش لازم اخد دش. المهم انا لا يعني عرفت ان الميه قطعه خلاص مش تيجي دلوقتي. ففي بالي ان سعدني هيكلم الواد بتاع الشحن والواد يجي يشحن. سعدني دخل الاوضه من التعب نام على نفسه وانا نسيت. المهم دخلت الحمام. ماشي. دخلت الحمام مسكت تليفوني. الشاحن كان في التليفون 80%. قعدت زي ما انت بتقعد وزي ما كله بيقعد. قعدت وخدت وقتي، قعدت اقلب في التليفون وخدت وقتي جامد عادي. وامد ايدي ورا كده واجي اعمل البتاع في صحراء. ابص في صحراء. المهم قلت ايه مش مشكله التليفون معايا، هستحمل 10 دقايق هيروح الراجل يشحن الكارت ويجي. اقسم بالله ان انا قاعد من الساعة 2:30 لغاية الساعة 5:30 القعدة دي. ليه بقى؟ انا احكي لك ليه. انا كلمت الراجل وصحيت اخويا بره من كتر ما قعدت ارن عليه. قلت له الراجل هيجي لك بالشحن اشحن الكارت. جه الراجل يشحن الكارت. شوف حظي النتن. جه الراجل يشحن الكارت اتاري ان الكارت نفسه باظ.